أبرز قصص الحب في السينما المصرية، بالرغم من انه كان حب من طرف واحد، بس الحب ده انتج واخرج القصيدة العظيمة لا تكذبي اني رأيتكما معا ودع البكاء فقد كرهت الادمع. لا 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 تكذبي إني رأيتكما معا ودع البكاء فقد كرهت الأدمع. قصة الجميلة والوحش. الشاعر الكبير كامل الشناوي وقع في حب المطربة نجاة الصغيرة. كان عندها 17 سنة وكانت متجوزة من كمال منسي، وسنة 1960 طلقها علشان بعدها تقابل كامل الشناوي اللي شافها أول مرة وهي بتغني في شقة أخوه مأمون الشناوي علشان يقع في حبها. بس فرق السن بينهم كان 30 سنة، هو اللي خلاه ما يقولش ما يتكلمش علشان يفضل حب من طرف واحد، بس كان بيحاول يبين ليها انه بيحبها. وسنة 1962 راح كامل الشناوي اتفق مع الخادمة في بيت نجاة الصغيرة علشان يحضر كل حاجة لعيد ميلادها ويعملها لها مفاجأة. كان عايز يساعدها ويشوفها مبسوطة وعايز يعمل لها مفاجأة، بس المفاجأة تتعرف لما هي ذات نفسها تدخل عليه وعرفت انه هو اللي بيحضر لها لعيد ميلادها. وعشان التقدير خسرنا كتير، وعشان الاهتمام ما بيطلبش اثناء الاحتفال بعيد ميلادها والنور يتقفل وخلاص هيقطعوا التورته، المفروض كانت تختار كامل الشناوي يكون معاها في اللحظه دي، ده هو اللي عمل كل حاجه يعني. لكن نجاة الصغيره تختار شخص تاني، يوسف ادريس، تختاره عشان هو اللي يقطع معاها التورته. الحب اتحول لوحش. كامل الشناوي اتصدم وانسحب وهو بيعيط وحزين، وراح على مكتبه في الزمالك وقفل على نفسه الباب وكتب أعظم قصيدة لا تكذبي. كانت دموعه بتتخلط بالكلمات اللي بيكتبها، وخد قرار انه يتصل بيها علشان يسمعها القصيدة يمكن تحس بيه. واتصل بيها وبدأ كامل يلقي القصيدة، ونجاة الصغيرة كانت بتسمع وهي ساكتة، ما كانتش بتقطعه لحد ما خلص. وبعد كده نجاة الصغيرة قالت له كويسة قوي، دي تنفع أغنية، لازم أغنيها. وهنا كامل الشناوي اتصدم ودخل في حالة اكتئاب. لعنة الحب الفاشل أصابت الشاعر، كان بيقعد كل يوم يكتب عن عذابه، وبقى بيروح المقابر كتير. وسأله مصطفى أمين عن اللي هو بيعمله، مش كفاية بقى كل شوية تروح المقابر؟ رد عليه بابتسامة حزينة وقال له عاوز أتعود على الجو اللي هبقى فيه على طول. جراح الحب فضلت تنزف جوه قلب كامل الشناوي اللي فضل مخلص لجرحه رغم العذاب اللي كان بيشعر بيه، وكتبه في قصيدته حبيبها. تأليف كامل الشناوي، ألحان محمد الموجي، غناء عبد الحليم حافظ. حبيبها. حبيبها أنا، حبيبها أنا قبلك، وربما جئت بعدك، وربما كنت مثلك. حبيبها حبيبها. ورحل الشاعر الكبير كامل الشناوي في 30 نوفمبر 1965، وآخر كلمات يقولها ويصف من خلالها حياته قال ولكن أيام اليوم قليلة، فمنذ تجاوزت 40 وحدي كما تجاوزت ما قبلها، لا صحة ولا مال ولا صديق، ولكن لماذا نبكي الحياة؟ وماذا لو رحلت عنا أو رحلنا عنها؟ مدام الرحيل هو الغاية والهدف. انت متخيل قصة حب من طرف واحد يتكتب بسببها أعظم قصايد تفضل عايشة معانا لحد دلوقتي؟ وعايز اقولك على معلومة، ان الناقد طارق الشناوي ابن اخو كامل الشناوي طلع ونفى القصة اللي احنا حكيناها دي كلها، وقال ان ده من وحي الخيال وانه مفيش الكلام ده. فبالك بقى ده لو كان حقيقة، كان في اكيد عظمة احسن من كده حصلت. الاتنين ماتوا ومحدش يعرف الحقيقة فين غير ربنا. ودي كانت حكاية من حكاوي توني منير. وما تنساش تعمل لايك وشير وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. وخليك فاكر احنا دايما بنكبر بيكم. بس كده، سلام.